يجي لك واحد يقول لك انا عندي مثليه جنسيه، انا مش عايزك تعالجني من المثليه الجنسيه، انا جاي لك عشان عندي ارق، عندي توتر، عندي مشكله في الشغل، عايز اعرف ازاي اتصرف علشان اقدر اتجوز واكمل الشكل الاجتماعي بتاعي، لكن انا مش عايز اتعالج من المثليه الجنسيه. فهنا بتبقى وقتها مشكله. ومشكله كل الاضطرابات الجنسيه ان هي كلها في الضلمه، محدش بيشوف. كتير لما بتكلم مع زمايلي اللي هم بيفكروا في السفر بره مصر، فبيكلمك دايما ان بره مصر مشكلة المثلية الجنسية عنيفة جدا والريمبو والكلام الكتير ده، لكن احنا هنا مجتمع ما فيهوش الاضطرابات الجنسية الكتيرة دي. الكلام ده خاطئ تماما. يعني في كرة بتلاقي جيل بيسلم جيل، جيل بيسلم جيل، لكن مين يعرف؟ مفيش. فين السوشيال ميديا؟ فين الناس؟ فين الإعلام؟ فين التثقيفة والتوعية؟ محدش يعرف. فأنا باجي أقول لك لأ، أنا معرفش ولا واحد عنده مثلية جنسية، أنا عمري ما قابلت ده. ده كتير كتير بشكل يخض في المجتمع بتاعنا اليومين دول. فإحنا المفروض زي باقي المواضيع في الطب النفسي ندور عليها عشان نشوفها. كل ما هنتجاهلها ونقول لأ، أنا مش مسافر إنجلترا علشان هما بيعترفوا بالمثلية الجنسية وهيحولوا الولاد. هو الكلام ده غلط اصلا. هم الولاد لو شايفينك انسان طبيعي وشايفين والدتهم انسانه طبيعيه وده المجتمع اللي هم بيستمدوا منه الامان، هم مش هيطلعوا عندهم مثليه جنسيه. لو انت عملتهم غلط وكنت قاسي عليهم واضطر الطفل يلجأ ان هو ياخد الظهر والسند من راجل تاني، هنا هتبدأ مشكله المثليه الجنسيه مثلا. واي سلوك ليه علاقه بالسكس صعب التخلص منه، بيحتاج اراده كبيره جدا، بيحتاج وعي، بيحتاج تدين كتير جدا، بيحتاج مجموعة داعمة من المحيطين بيك. مش انت عندك مثلية جنسية انت وحش، هو مش وحش، هو انسان طبيعي بس عنده مشكلة مرضية. هتقعد تقول له انت وحش؟ مش هيتعالج وهيبدأ المرض ينتشر. لكن لا، انت غلط، عندك سلوك غلط، بس انت انسان فيك مميزات وفيك عيوب، تعالى نطلع ده وندور على سبب على الاقل عشان تعرف تعيش حياه طبيعيه كويسه وسط الناس. ما تبقاش حاسس دايما انك منبوذ، حاسس دايما انك وحيد، حاسس دايما انك اقل، حاسس انك مش عارف تتجوز، مش عارف تستقر. ولو اتجوزت انت ما تستمتعش بالجواز. هو الجواز بالنسبه لك واجهه اجتماعيه علشان الناس يبطلوا يقولوا لك كل شويه كبرت يا حماده، مش تتجوز بقى خلاص ولا ايه؟